احلى متابعين، اهلا بيكم. الوصفه دي طبعا اكيد عدت عليكم واكيد شفتوها، لانها كانت مكسره الدنيا، وشيفات كبار عملوها وقنوات كتير عملتها، حتى قنوات اجنبيه عملوها، وكله قال واو وتحفه وجامده جدا ومفيش زيها، ووصفه مختلفه عن كل الوصفات اللي بتتعمل بالفراخ. احنا النهارده هنشوف هي فعلا زي ما قالوا واو وتحفه وجامده وكده، يعني هنقول كل حاجه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وكمان هنعمل التومية دي اللي بنشتريها من عند السوريين بالظبط، هنعملها بالظبط لان انا جبتها من قناة سورية. تعالوا بقى نشوف هنعمل كل ده ازاي. ده دبابيس فراخ حسب الكمية اللي انت عايزاها، كيلو كيلو ونص براحتك، وبطاطسيتين زي ما انتوا شايفين. هنسلق الفراخ ونسلق البطاطس. الفراخ انا حطيت لها ملح وحاجة الشوربة وبصلة، والبطاطس برضو حطيت لها ملح وسبت الاتنين يتسلقوا. اجي بقى اعمل التومية، كوبايتين مية وسط، عليهم على كل كوباية هحط معلقة نشا كبيرة، على كل كوباية معلقة نشا، بدوب على البارد وبعدين برفعها على النار وبفضل اقلب فيها لحد ما تبقبق كده والنشا يستوي وتتقل زي ما انتوا شايفين. وبعدين بستنى لها بقى تبرد. انا اخدتها وحطيتها في ميه كده وقعدت اقلب فيها، يعني خليت تحتيها ميه ساقعه وقلبت فيها لحد ما بردت تماما. وبعدين جبت الخلاط حطيت فيه النشا بعد ما برد تماما، وبحط عليه 3 معالق مايونيز او 3 اكياس من اللي احنا بنشتريه، ومعلقه توم وسط، وبعدين نص معلقه ملح، واظبطي الملح زي ما تحبي، ونص ليمونه لو ليمونه كبيره، لو صغيره حطي ليمونه كامله. وبضرب كل ده، وبعدين بنزل بربع كوباية زيت سرسوب صغير كده، والخلاط شغال. وهو عملنا احلى تومية فعلا بجد، دي زي ما بنشتريها من بره بالظبط، تحفة جدا. ودي اللي حلت الفراخ، يعني دي بتحلي اي اكلة، تعمليها مع اي اكلة تبقى تحفة. بس وبعدين بنرجع بقى، البطاطس اهي اتسلقت وهي سخنة، صفيتها من المية كويس وبهرسها. عشان خاطر تتهرس معاكي كويس لازم تكون سخنه كده وتهرسيها، بتتهرس كويس. وبعدين الفراخ اهي شلت الجلد منها، وبعدين بطلع كل الفراخ من العظم اهو زي ما انتوا شايفين. اهو بقى اعمل الكميه كلها، بطلع الفراخ من العظم خالص. وبعدين بجيب سكينه، دي كل الكميه اهي، بجيب سكينه وافضل اقطع كده، واقطع الفراخ يعني اخليها حتت صغيره جدا اهو، بفتفتها خالص. وبعدين بجيب طبق كبير بحط فيه البطاطس المهروسه وكمية الفراخ كلها اهو. وبعدين بحط كوباية موتزاريلا او شوية موتزاريلا حلوين يعني، وحاطة انا طبعا متبلة الفراخ ومتبلة البطاطس، فهحط بابريكا وخلاص، وبقلب كله. وبعدين بعملهم بايدي عشان ادخل كل المكونات في بعضها كويس، وتبقى عاملة زي العجينة كده عشان تمسك على العظم تاني. بجيب بقى العظمية بتاعت الدبوس، وبعملها دبوس، بس طبعا دبوس كبير بقى هيبقى اكبر من اللي انتوا شفتوه يعني اهو. طبعا هي الطريقة سهلة وتبان ان هي حلوة يعني، ومش بتاخد وقت، هي فعلا مش هتاخد وقت معاكي اهو. برجع بجيب العظمة وبحطها، بغلفها بالفراخ والبطاطس والموتزاريلا اللي انا عملتها اهو. وبعدين بعد ما اعمل الكمية كلها، باجي بقى بجيب بقسماط، بحط عليه معلقتين دقيق بقسماط مطحون، ومعلقتين نشا عشان يعمل قرمشة، وبقلب كله. بعدين بجيب بيضة او اكتر يعني حسب الكميه اللي انت هتعملها، دي بيضايه وحط عليها شويه لبن، وحطيت لها فلفل اسود وملح وخلاص. بحط بقى في البيض، وبعدين في البقسماط اللي انا عملته هعمل كل الكميه كده. بحط البيض بس اللي متبلاه حاطه له ملح وفلفل اسود، لكن البقسماط ما حطيتش لان كل حاجه متبله يعني. هعمل برضو كل الكميه، وبعدين في زيت بقى سخن، وبنزل بحمرها في الزيت عادي جدا لان كل حاجه المفروض مستويه اهو. نعمل كله برضو الكمية كلها، شكلها زي ما انتوا شايفين طبعا شكلها تحفة. بتقلبي فيها لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه، وبعدين بتطلعيها في مصفى عشان تفضل مقرمشة معاكي اهو. بس هعمل كل الكمية وبعدين نيجي بقى ندوق. التومية هي في النص، طبعا انا عملت كمية كبيرة كبيرة التومية، بحطها في علبة وبحطها في التلاجة وناكل فيها مع اي اكلة. التومية بتبقى تحفة، التومية فعلا تحفة. شايفين مقرمشة ازاي؟ تحفة جدا. نيجي بقى ندوق. بصي
كأنك ما فيهاش ابدا طعم الفراخ، كأنك بتاكلي عجين من جوه، طعم الفراخ مش باين فيها، كأنها عجين اهو، مش مقرمشه من بره بس عجين من جوه، ما فيهاش ابدا طعم الفراخ. يعني لو سلقت الفراخ الدبابيس عادي وعملتيها بيض وبقسماط احلى بكتير من كده. فمن الاحسن ان انت ما تعمليهاش، هي اتاكلت، انا مش برمي حاجه، هي اتاكلت بس لولا التوميه مش هتتاكل. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لان الحاجه غاليه ومكلفه، لان انا لو اعرف انها وحشه ما كنتش عملتها.